ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه جديده وحاجه كده خفيفه نحطها جنب الاكل، في نفس الوقت الاطفال بيحبوها عشان الكبد والقوانص، بيحبوا الكبد والقوانص. هنعمل الرز بالكبد والقوانص. تقدري الرز دوت تحشي بيه حمام، تحشي بيه وراك حمام كداب. يعني هو حلو ان هو بيتحط جنب اي حاجه، ممكن تعمليه وتحطيه جنبيها، او يعني يتعمل كوجبه جنبه بطاطس محمره وبتنجان مخلل كده. تمام. انا دلوقتي حاليا انا هعمل الكبد والقوانص. بيتعملوا ازاي؟ هنحط ايه؟ القوانص والقلوب. طبعا انا ما بحطش الكبده الاول. ليه؟ علشان الكبده لو حطيتها مع القوانص والقلب، ايه اللي هيحصل؟ الكبده هتتهري والقوانص هتبقى نيه. فلا، ندي صدمه الاول للكبده قصدي للقنص والقلب. طبعا انا بحب بالذات اي حاجه داخل فيها كبد وقوانص الفلفل الاسود قبل اي حاجه. هو كده ايه؟ بنقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل اي حاجه. تروح حاطاه كده اهي، وتفضلي تشوحي كده، يا تنزل ميتها وبعد كده تشربها. وبعد كده بقى ننزل بالكبده، بس ما دي تتشوح حلو. هشوحها وارجع لكم. اهي يا بنات اتحمرت حلو. تمام. هننزل بقى بالكبده كده، نوسع لنفسينا كده. تمام. بس تمام. دي الكبد والقوانص. هشوح برضو الكبده وهرجع لكم تاني. اهي يا بنات اتشوحت. تمام. طبعا الكبده هي لسه نيه، لو دوست عليها كده قطعتها هتلاقيها بتنزل الدم اللي فيها. تمام. طبعا ايه، انا مش عايزه الكبده تتهري. هنركن دي على جنب كده. بس قبل ما نركنها على جنب هنعمل ايه؟ كل الزيت السمنه اللي اتحمرت فيها بالميه بتاعتها دي هنصفيها في الحوض. كل ده هيتصفى في الحوض. ليه؟ الزفاره كلها نزلت فيها، فهتخلي الرز زفر لو فضلت موجوده. اهي بصوا انا صفيتها اهي خالص، ما بقاش فيها سمنه ولا ايه. تمام. هنجيب برضو معلقه بقى زيت عشان الرز يبقى مفلفل معانا وحلو كده. طبعا الزيت بتاعنا تمام، اللي هو العادي. ويعني نص معلقه سمنه. انا بحب الزيت يبقى اكتر في الرز ده بالذات. اهو نص معلقه سمنه او قطعتين زبده اللي متوفر عندك. هحمر البصله وارجع لكم تاني. هنيجي هنا بقى للرز. طبعا اهو انا مش عايزه اكتر من كده البصله. طبعا انا مش عايزه اكتر من كده تتحمر، انا عايزاها صفرة فاتح عشان ما تغمقش الرز. اهي دي الرز. هنشوح الرز مع البصله. تمام. طبعا انا ده هحشي بيه. طبعا مش كده ماشي. اهو اتعمل خلاص. البصله ما غمقتش اهو. الرز هيبقى فاتح، بس البصله بصراحه بتديه ان يبقى مسكر كده وحلو. تمام. طبعا ايه دلوقتي انا هسيبه كده يتشوح
وبعد كده هسقيه بالميه، هنزله نص سوا. كبد والقوانص برضو نص سوا، فده وده مع بعض، ان ده نص سوا وده نص سوا. الكبد مش هتتهري، وفي نفس الوقت القوانص اديناها صدمه، وصدمه كبيره طويله شويه، فيعتبر استوت نص سوا هي كمان. الرز مش هيتلبخ معاكي، الرز مش هيتلبخ معاكي، وفي نفس الوقت هيبقى حلو. هسيبه يتشوح وبعد كده هرجع لكم تاني. ادي الرز يا بنات، هننزل بقى بالكبد والقوانص كده. مش عايزين ولا سمنه من الكبد والقوانص، ولا عاوزين الميه بتاعتها. اهو تاني مره باكد عليكم، عشان دي الميه دي بقت زفره خلاص، مش حلوه، ملهاش لازمه، هتزفر الرز على الفاضي، فليه لا، بلاش منها احسن. اهو تمام. هنحط البهارات لحد ما الميه بس تغلي، الكاتل يغلي. احنا طبعا حطينا فلفل اسود، يبقى نحط كزبره ناشفه، كمون، بهارات فراخ، من كل حاجه كده ايه يعني ربع معلقه، ملح، طبعا انت لو عندك شوربه حطي شوربه، انا ما عنديش شوربه. هقفل بس الفيديو لحد ما الميه تغلي بس. الميه غليت اهي، هننزل كده بالميه. تمام بس كده. طبعا احنا عارفين الرز المصري بتاعنا كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، ده مقدار كوبايه واحده. تمام، كوبايه رز واحده عليها كوبايه ميه بس كده خلاص. هسيبها بقى تغلي ويتشرب، وهوطي عليه النار، وما يخلص هوريهولكوا يا بنات. يا جمال ويا حركاته، بصوا الرز مفلفل ازاي، الواحده بوحدتها ازاي، بصوا عامل ازاي.